هراجع معاك اسعار الخشب والابلكاش النهارده، وكمان هبين لك سعر بعض الواح الكونتر اللي ما اتكلمناش عنها في الفيديو اللي فات. اما الشيء الغير متوقع وهو سعر متر خشب الشدات الخرسانيه بين قوسين خشب الصبه. كل ده هعرفه لك داخل الفيديو، فخبط على اللايك بشكوشك الحلو وتعالى لي. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم وتشرف بكم دائما نجاركم ابو مسلم. في الفيديو اللي فات بينت لك ان اسعار الخشب والابلكاش فضلت متمسكه باعلى سعر وصلت له حتى بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، وهسيب لك الفيديو في الوصف لو حابب ترجع له علشان ما ضيعش وقتك. اما النهارده وخلال الايام اللي فاتت سمعنا ان الدولار بدا يرتفع تاني في السوق السوداء، وده اللي كان متوقعه اغلب تجار الخشب. وكمان بالاضافه لكلام المحللين في الاقتصاد ان الدولار لو ما توفرش داخل البنوك هيفضل سوق السوداء هو المتحكم الوحيد في اسعار الخشب في مصر. وطبعا انا مش خبير اقتصادي ولا بسوق لاي فكره، ولكن بتكلم في اللي يخصني كمواطن مصري نجار، وتعتبر مهنة النجارة هي مصدر دخلي الأساسي. وبسبب عدم وجود أي تصريحات رسمية تبين تكلفة استيراد الخشب وتحدد أسعار البيع داخل مصر، هيفضل بعض مستوردين الخشب وسعر الدولار في السوق السوداء هم اللي بيحددوا اسعار الخشب في مصر. وطبعا بتمنى من ربنا ان الازمه تتحل واسعار الخشب ما ترتفعش اكتر من كده. وهبدا معاك باسعار الواح البانو الالوان اللي متشطبه الوشين بتخانه 18 مللي، ومقاس اللوح بالسنتيمتر 244 طول في 122 عرض، وبسعر 1800 جنيه. والنوعيه دي من الدهان او التشطيب بتتنفذ على نوعين من الالواح، الاول لوح MDF باختلاف تخاناته، والنوع الثاني البانو او كونتر الخشب زي ما بيسميه بعض النجارين. وخامه تصنيعه عباره عن سدايب خشب مرصوصه جنب بعضها ومكبوسه من الناحيتين بطبقتين ابلكاش او طبقتين MDF بسماكه 3 مللي، وبينضاف عليها الماده دي بالوان مختلفه ومنها المط ومنها اللميع. ومش هطول في النقطه دي اكتر من كده علشان نوعيه التشطيب دي يطول شرحها ومحتاجه فيديو مخصوص، لانك هتسمع حد بيقول لك هعمل لك مطبخ من الواح اليو في لاك او PVC او الواح HDF او الواح الميلامين. فانت لو مهتم بالتفاصيل عرفني في التعليقات، واعمل لايك واشترك في القناه وشير الفيديو لاي حد يهمك علشان الكل يستفيد. اما سعر اللوح المتشطب الوشين على MDF بتخانه 18 مللي بيساوي 1350، ولوح MDF ال 12 مللي وش واحد بيساوي 750 جنيه، وال 8 مللي MDF وش واحد بسعر 480 جنيه. اما سعر MDF ال 6 مللي وش واحد فبيساوي 360 جنيه. وكده ما فاضلش غير سعر الابلكاش السه والخشب. وعلشان اعرفك سعر لوح الابلكاش السه لازم اقول لك ان في منه نوعين، الاول ابلكاش سه مربع، والتاني ابلكاش سه طويل، ومقاسه بيكون 244 طول في 122 عرض بتخانه 3 مللي وسعره 370 جنيه. اما الابلكاش السه المربع فجبت لك منه نوعين بسعرين مختلفين، الاول مصنع 14 ابلكاش سه 3 مللي بمقاس 152 ونص في 152 ونص مربع وسعره 275 جنيه، والتاني ابلكاش سه مربع برضو بس مش 3 مللي ولكن تخانته 2 مللي و2 من 10 ومجهول المصنع وبسعر 230 جنيه. وطبعا بعض شوادر الخشب بتبيعهولك بحجة ان مفيش غيره وهيوفر لك في السعر، في حين انه اغلى من سعره الطبيعي ب 30 جنيه. واخر حاجة هكلمك عنها وهي سعر الخشب. خليني اقول لك ان سعر متر خشب الشدات الخرسانية كان اقل من سعر متر خشب السويد ب 2000 جنيه، وخلال الكام شهر اللي فاتوا وصل سعر المتر المكعب ل 21000 جنيه و800، والسعر ده مبالغ فيه. وانا عن نفسي معرفش ايه سبب زيادة السعر بالرغم من انه ما فيهوش غير وش واحد نضيف والوش التاني مصفط اللي هو بيبقى فيه صفاطه. اما سعر متر خشب السويد فبيبدأ من 22500 للسادس وبينتهي ب 26000 جنيه للرابع. وبالرغم من ارتفاع الدولار من جديد في السوق السوداء بعد ما كان تحت ال60 جنيه الا ان الخشب فضل ثابت لا زاد ولا قل خلال الاسبوع الماضي، والتوقعات بتقول ان سعر الخشب هيزيد خلال الاسبوعين الجايين، واتمنى ان ده ما يحصلش. ولو حصل وكان في اي زيادة في سعر الخشب اكيد هعرفك. كان معكم ويتشرف بكم دائما نجاركم ابو مسلم.